السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ده الجزء الثاني من الشرح الاي كيو اللي بيجي في البنوك، منها البنك الاهلي، بنك مصر، وبنوك كتير حكومية. طبعا ده النظام الجديد اللي هو 2025. هشرح لكم في PDF انا كنت نزلتها على الجروب بتاع التليجرام. دي اللي انا شغالة عليها حاليا. نزلت الجزء الاول، شرحت فيها حوالي كان 4 أو 5 أسئلة. هما التوتال كلهم 12 سؤال على بعض، والنهاردة ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني، باقي الأسئلة اللي هي في الPDF. تعالوا بينا كده نبدأ على طول عشان بس ما ناخدش وقت كتير في المقدمة. نكمل على الأسئلة اللي احنا كنا شغالين فيها. احنا آخر سؤال كنا شغالين على جدول شبه الجدول ده بالظبط أو هو، ولكن الكيفية بتاعة السؤال كانت متغيرة. هو كل مرة بيجيب لك نفس الجدول ولكن بيسألك أسئلة مختلفة احنا شرحناها كلها الفيديو اللي فات. تعالوا بينا نشوف السؤال ده بيقول ايه. تمام. اول حاجه احنا قلنا ما نتخضش من شكل السؤال، نقرا السؤال هو محتاج ايه، وبعد كده نبص نشوف المعطيات اللي هو اداها لي في الجدول. تمام. اول حاجه السؤال بيقول a customer has bought 40 packs of standard printing paper. فين بقى الستاندرد printing paper؟ اهو دي. بس اجيب لكم حاجه. دي اول واحده. تمام. اشترى منها 40، واشترى 25 liquid ink pens. اشترى اللي هو حبر القلم ده. تمام. اشترى كمية قد ايه؟ اشترى 25، واشترى من دي 40 اللي هي الأولى. تمام. if they received 15 discount، لو هو خد على اشترى الكمية دي من الليستة دي بتاعة المكتبة أو بتاعة الأوفيس اللي هو منزلها، وهو اشترى 40 من أول منتج، واشترى 25 من المنتج التاني. تمام. فهو هنا عايزني أحسب 40 بتاعة أول منتج دي، واجمعها على المنتج التاني التوتال بتاعهم، وبعد كده احط عليه ديسكاونت 15%. هو عايز يعرف التوتال كوست، عايز التكلفة الكلية اللي اشترى بيها من الاوفيس ده او المكتبة دي. السؤال سهل جدا يا جماعة والله، يعني اهم حاجة بس نقرا السؤال كويس، ونحاول لما نشوف السؤال ما نتوترش ونقراه، كل حاجة معايا والمعطيات معايا. تمام. تعالوا كده نحلل السؤال واحدة بواحدة، واحنا وشغالين كده هنكتب كل حاجة. تمام. اهو تعالوا نغير بس الخط عشان يبقى واضح. اهو كده شغال. تعالوا بينا كده نبدأ. تعالوا نشوف بقى ايه هو قال لي ايه. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. اول حاجة قال لي ان هو اشترى 40 من اول منتج اللي هو ده. تمام. سنتر برينتنج بيبر. اشترى 40. تمام. احنا طبعا قلنا شرحنا الفيديو اللي فات، قلنا ان هو هنا الجدول ده عبارة عن ايه؟ عبارة ان هو جايب لي اماونت الكمية، وجايب لي اليونت برايس. تمام. هو هنا بيقول لك ايه؟ المكتب ده عامل زي عرض اسعار كده. بيقول لك والله انت لو هتشتري اماونت من 1 ل9 انا هديك المنتج ده ب3 دولار. لو انت هتشتري اكتر من 10 فانت هتاخدها على 82 سنت دولار. تمام. هو الحسبة كلها بالدولار شغال. تمام. وهكذا بقى اللي بعده بيقول لك لو انت هتاخد من المنتج ده من 1 ل29 هيحسبها ب53 سنت. لو من 30 ل49 هيحسبها لك ب3 دولار. لو اكتر من 50 الكمية فهو هيحسبها لك ب2.5. تمام. وهكذا بقى باقي المنتجات. هنا طبعا البنس ليكويد انك ده بيقول لك لو من 1 ل9 هيحسبها لك ب1 دولار و85 سنت. لو انت هتشتري اكتر من 10 فهو هيحسبها لك على 1.65 سنت دولار. تمام. ده كده بالنسبة للجدول فهمناه، وهكذا على باقي المنتجات. تمام. بيقول لك الكمية الاماونت، وانت لو تشتري الكمية دي في حدود كذا فهو هيحسبها لك على كذا. فطبعا هنا هو بيقول لي ان هو هيشتري 40 واحدة من النوع ده اللي هو النوع الأول. النوع الأول هو قال لي إيه؟ هو قال لي لو أنت هتشتري أكتر من 10، أكتر من 10 كميات، فأنت هتاخد بالسعر ده اللي هو 82 من 10. فاحنا هنضرب 40 في السعر اللي هو 82 سنت. تمام. هيساوي
المبلغ ده، استني نضربها كده مع بعض على الآلة، هيديني تمام $112. تمام كده احنا حسبنا أول حاجة، أول منتج هو اداهولنا، يبقى هو اشترى حاجتين، اشترى أول حاجة اللي هو الستاندرد برينتنج بيبر، واشترى البنس ليكويد انك. تمام احنا كده حسبنا أول حاجة هو اشتراها. تعالوا نحسب الحاجة التانية اللي هو اشترى ايه. اشترى 25 من الليكويد انك اللي هو الحبر ده. تمام هنضربها فيه، طبعا هو اشترى كمية 25 يعني أكتر من 10 اهو هنا، كمية لو بلس 10 هو يحسبها لي بالمبلغ ده اللي هو 1.65 سنت. تمام هيساوي، تعالوا نحسبها كده مع بعض على الآلة، هيدينا $41.25 اهو. تمام انا كده عندي التوتال اللي هو اشترى بيه. لو انا حسبت، لو انا جمعت ال112 على ده وجمعت على ال41 هيديني، يبقى كده انا هكتبها المعادلة، سعر المنتج الأول اللي هو اشتراه زائد المنتج التاني. تمام هيديني الإجمالي، فأنا هجمع الاتنين دول على بعض هيديني اللي هو السعر بتاعهم الاتنين على بعض قبل الخصم. أنا كل ده لسه معملتش الخصم، هيديني ده هو 153.25 مجموع ايه، مجموع ده الأول المنتج الأول ومجموع المنتج التاني. تمام هو بيقول لي لو هو خد ديسكاونت 15%، فهضربها في 15%. سوري هو مش بيكتب في 15%، هيساوي، تمام هضربها في 15% هيديني 22، نسبة الخصم $22.99. يبقى هو هياخد كام؟ هو هياخد كده خصم 22.99. تاني من الأول عشان الناس هتوه مني في الموضوع ده. هو بيقول لي إن هو في كاستمر دخل المكتبة فلقى عرض أسعار زي كده معروض، فقال له والله أنا هاخد 40 من الستاندر برينتنج بيبر اللي هو ده المنتج الأول. تمام هياخد 25 من المنتج التاني اللي هو ده. تمام السعر هنا القائمة بتاعت الأسعار بتقول لي إيه، بتقول لي والله لو أنت هتشتري من 1 ل9 من المنتج ده الكمية، فأنت هتاخد بالسعر ده اللي هو $3. لو أنت هتشتري كمية أكتر من 10 فيحسبها لك بدي. فهو قال له أنا مش عايز أشتري بكام، أنا عايز أشتري ب40، فهو كده يشتري أكتر من 10، فهو يحسب له على السعر ده اللي هو 82 سنت. تمام كده خلصنا من دي. طب تعالوا للتانية، هو بيقول لي إن هو عايز 25 ليكويد إنك بنس ده. أنا أدور على الكلمة اللي هنا في السؤال، هنا فين أهي. تمام هو هنا الأماونت بكام، لو هيشتري من 1 ل9 فهو يحسبها له ب1.85 سنت. لو هيشتري أكتر من 10 فهو يحسبها له ب1.65 سنت. تمام فهو اشترى الكمية كام، كانت 25، فهو لأ حاسبها له على السعر ده. هنعمل ايه بقى، احنا خلاص عرفنا السعر اللي هيحسب عليه وعرفنا الكمية اللي هياخدها، فنضرب السعر في الكمية. هو أول منتج اللي هو الفوق ده هنا ضربناه، هو خد 40 وضربنا في السعر بتاعه اللي هو ايه أكتر من 10، 82 سنت، اداني المبلغ ده. وهكذا التاني طبعا حسبولي على السعر ده، ضربته في الكمية اللي هي فوق دي ال25 اداني السعر ده. هجمع السعر ده على السعر ده هيديني المبلغ ده اللي هو 153.25 سنت. هضربه في الديسكاونت اللي هو مديهولي اهو، هنا قال له ان هو خد 15% ديسكاونت على التوتال كله، وضربتها في 15% ادتني سعر الخصم ده. يعني هو هيدفع 153.25 سنت ناقص الخصم اللي هو هياخده 22، يبقى كده 153.25 ناقص 22.99 اللي هو ايه مبلغ الخصم اللي هو هياخده، هيساوي، هيدينا $130.26. طبعا لا أقرب رقم صحيح، طالما قلنا احنا في الفيديو اللي فات طالما الرقم ده لو أقل من 5 هنقرب الرقم ده خليه 31، لو أقل من 5 بنخليه زي ما هو ونخلي الرقم اللي هو $130 زي ما هو. فاحنا هنختار الإجابة دي هي 130، هي متعلم عليها بالعلامة دي. المهم أنا هسيب لكم الشرح اهو زي ما هو كده، تاخدوه سكرين شوت لو حابين اهو، سيبولكم شوية.
بس كده تمام. ندخل بقى على السؤال اللي بعده. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. بص السؤال اللي بعده ده طبعا جدول تاني جديد خالص ونوع من الأسئلة جديد غير اللي احنا عدى علينا قبل كده. كان بيسأل على البرسنتج، دلوقتي ده هيسألك على الريشيو. طبعا انا في الفيديو اللي فات قلت ان هو هيسألنا 3 أسئلة منهم على البرسنتج والريشيو واكتر من سؤال. تمام. فده نوع تاني من الأسئلة غير اللي احنا شرحناه في الأول. تمام. هنشوف هو بيتحل ازاي او ممكن نحل السؤال ده ازاي. احنا اول حاجة قلنا بنعملها ان احنا بنقرا السؤال، بنشوف هو عايز ايه، ومن السؤال انا بطلع اللي هو عايزه المطلوب، وبجيب المعطيات من الجدول اللي هو ايه بيبقى جايبهولي. تمام. ده شغل طبعا ثانوي، اللي هو بيجي اخد المطلوب واجيب المعطيات والكلام كل الكلام ده. تمام. هنا بيقول لي what is the ratio of salaries to benefit in the budget. حلو. يعني كده بقى نحط ايه، نحط علامات على المطلوب عشان نعرف نطلعه من الجدول عندي. هو هنا عايز ايه؟ عايز ده، بيقول لي عايز الريشيو من ايه بقى؟ من السالاريز والبنفيت. تعالوا كده نبص على الجدول عندي فين السالاريز. اهي اول واحده سالاريز. تمام. والبنفيتس اهي تاني واحده. تمام. طب انا عندي ايه بقى؟ انا لو بصيت هنا للسالاريز هلاقي عندي 2، دي ودي، والبنفيت كذلك. طب انا هعرف ازاي؟ هكمل باقي السؤال in the budget اهو. حدد بقى هو عايزها في ايه. عايزها في العمود بتاع البادجت. ده عمود البادجت، العمود الاول ده كله، ده كله عمود البادجت. تمام. كده نعلم عليه بس عشان نعرف اهو. تمام. كده العمود ده انا مش هشتغل عليه دلوقتي، ممكن في اسئله تانية اشتغل عليه، ولكن في السؤال ده انا مش هحتاجه. تعالوا كده بس ايه، احنا خلاص علمنا عليه وفهمنا احنا عايزين ايه. تعالوا نمسح نشتغل على كده. طبعا قلنا هنشتغل على العمود ده بتاع البادجت. تعالوا نطلع بقى المعطيات بتاعتنا عشان نعرف نحسب الحسبة بتاعتنا. تمام. هو عايز ايه؟ عايز الريشيو. الريشيو ده احنا بنطلعه ازاي؟ بصوا الريشيو ده دايما بيبقى قسمة. اقول لكم ازاي. اهو هنا ده الرقم اللي احنا نشتغل عليه وده الرقم اللي احنا نشتغل عليه. طب انا هقسم مين على مين او هجيب نسبة ايه من ايه بالظبط؟ تعالوا بينا كده نشوف مع بعض الحتة الفاضية دي. هو بيقول لي هنا بدأ بإيه؟ بيقول لي the ratio of salaries. يبقى ايه؟ هو عايز salaries to benefit. تعالوا بقى نترجمها كده. انتوا عارفين علامة to دي او إلى كانت في الرياضة زمان كنا بنترجمها ازاي؟ لما يقول لي 24 إلى 23 كنا بنعملها ايه؟ تعالوا كده كنا بنعملها إلى، اللي هي العلامة دي نقطتين على بعض. كذلك برضو في نفس السؤال ده هو بيقول لي the ratio of salaries to benefit. to يبقى to دي هتبقى برضو نفس العلامتين دول. تعالوا كده نشوف. هو قال لي عايز أول حاجة salaries. تمام. 24,300 إلى اللي هو الرقم ايه؟ 500. to. تعالوا بقى نترجمها رياضيا ونخليها في شكل رياضي عشان نعرف نحسب عليها. تمام. دايما الرقم اللي بيبقى قبل العلامة دي بيبقى فوق، واللي بعد العلامة بيبقى تحت في القسمة. يعني احنا هنقول 24,300 على 500 هتديني، تعالى كده نحسبها، تديني 4.76. تمام. دي النسبة اللي هو اداهالي. تمام. وبالتقريب طبعا لأقرب رقم من 10. احنا قلنا لما يكون الرقم ده اللي بعد العلامة أكبر من 5 فاحنا بنقرب الرقم ده بنخليه رقم صحيح. تمام. هنخليه 5. تمام. ف بالتقريب بالكم عشان ايه تاخدوها سكرين شوت. بالتقريب إلى أقرب رقم
تبقى 15. الحل. طب هو فين هنا 15 دي؟ بتبقى في الامتحان كسهم، بتدوس على السهم ده بينزل لك بقى ايه، زي قائمة كده. القائمة دي انت بتختار منها، بيبقى فيه كذا رقم، من ضمن الارقام دي هتلاقي رقم 15. تمام. فدي الحل بتاعها 15، وهكذا بنفس الكيفية. يعني هو ممكن ما يقولكش انا عايز السالاريز تو بنفيت، ممكن يقولك مثلا الرنت تو اوفيس كوستس. تمام. الرنت تو اوفيس كوستس في البادجت، او في اللي هي السبند تو ديت دي. تمام. فانت بقى على الاساس ده هتختار من الجدول. فاحنا نشوف ان شاء الله يكون بس جايب سؤال برضو شبه ده، هنحاول نحل عليه. او بص، هديكم بقى سؤال. تمام. هديكم سؤال كده من عندي نتدرب عليه عشان الفكرة دي برضو تثبت اكتر. هو عايز الريشيو، برضو السؤال هيبقى على الريشيو. فتعالوا كده اكتب لكم سؤال. تمام. what is the ratio of. عايزاكم تكتبوا السؤال ده مع يعني فرق كده، وتحاولوا بقى تحلوه مع نفسكم، وتوقفوا الفيديو وتحلوه، وتشوفوا الإجابة بتاعتي هل زي اللي أنا هجاوبها ولا لأ. اوف بقى ايه، هنقول رنت زي ما احنا قلنا. الرنت و تو اوفيس كوستس. تمام. ان ذا، مش هخليها بقى بادجت، هخليها العمود اللي جنب بادجت ده اللي هو ايه، spend to date. عادي علامة الاستفهام. قالوا بقى ايه، اعتبروا ان السؤال هو كده ومش كده. قالوا بقى نطلع المعطيات بتاعتنا. هو قال لي هنا ايه، هو عايز الريشيو رنت اهو، ده الرنت تو اوفيس كوستس. هنشوف فين الرنت عندي، ادي الرنت وادي الاوفيس كوستس. فين بقى، في in the spend date. ادي العمود بتاع ال spend date، يبقى هو ده العمود اللي انا هشتغل عليه. تمام. هو عايز الرقم ده في الرنت من العمود ده، وعايز الرقم ده بتاع الاوفيس كوست من العمود ده. خلينا بقى نعمل الحسبة بتاعتنا اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت. هقول هو قال لي ايه بقى، قال لي الرنت تو، يبقى الرنت الحاجة اللي هو عايزها قبل التو بنكتبها قبل العلامة اللي هي ايه، 224 تو إلى 51. تعالوا بقى ايه نقسمها، 224 على 224 على 51. تمام. يبقى 224 على 51 هيديني 2 و10. تمام. هي الرقم اللي بعد العلامة طبعا أقل من 5، فهنخليها 2. الإجابة هتساوي 2. بصوا يا جماعة، والله أسئلة الريشيو دي تعتبر يعني من أسهل الأسئلة اللي ممكن تعدي عليكم. انت ممكن الوهلة الأولى لما تبص كده وتلاقي جدول كبير عريض، وتلاقي سؤال بالإنجلش، وانت تتخض كده وما تفهمش هو السؤال ده بيقول ايه، وممكن تختار أي إجابة. لأ، ركز كده وبص على السؤال هو عايز ايه، هتلاقي الكلمات اللي في السؤال هتلاقيها في المعطيات هنا في الجدول مديها. والكلمة دي بتفسرها بقى، تشوف هو هتعمل ايه، طرح، قسمة، جمع. هو بيبقى بيقولك في السؤال انت محتاج تعمل ايه بالظبط. تمام. ده كده بالنسبة للسؤال اللي احنا عملناه. لو حابين تاخدوه سكرين شوت، تمام. والناس اللي وقفت الفيديو وحلت، حاولوا تقارنوا بقى، انتوا تشوفوا عملتوها زي كده ولا وقعتوا في حاجة. ولو وقعتوا في حاجة وحاسين الموضوع صعب، اكتبولي في الكومنت، وانا ان شاء الله هدخل اجاوب عليكم كلكم. وفي اي حد معاه اي سؤال هدخل اجاوبه، حتى لو هو مش فاهم ممكن يبعت لي وابعت له على التليجرام واشرح له السؤال لوحده يعني.
تمام. ده كده بالنسبة للسؤال التاني. تعالوا ندخل على السؤال اللي بعده ونشوف هو محتاج ايه. هو ما جابليش برضه نفس الجدول اللي انا اشتغلت عليه المرة اللي فاتت، بس جاب لي جدول جديد. وهكذا برضه نفس كيفية السؤال اللي فات، هيديني سؤال واداني عليه معطيات. انا هدخل اول حاجة اقرا السؤال وافصل واشوف هو ايه المطلوب، اطلع منه المطلوب. تمام، يلا نقرا سوا. What is the average، تمام، starting salary across all four regions for non-graduate will with 6 ل 12 months experience. تعالوا كده نطلع المطلوب من الجدول. هو بيقول لي عايز الافريج ده المتوسط. احنا طبعا ايام ثانوي وزمان كان اول ما حد يقول لنا متوسط كنا بنقول على طول ايه؟ مجموع الاعداد اللي عندي، تمام، على عددهم، مجموع الارقام اللي عندي على عددهم. تعالى نشوف هو، طب يعني انا كده فهمت المبدأ بتاع الافريج ايه، او ايه هو الافريج، هو محتاج ايه. خلاص، انا كده عرفت حاجه واحده من المطلوب، هو عايز الافريج. والافريج طبعا احنا قلنا ايه؟ طبعا اللي هو عدد الارقام اللي هو بيبقى مديالي على عددهم اهو. ادي الافريج، هو عايز ده. انا فهمت هو عايز ايه الافريج ده اللي هو عايزه. طب تعالى نشوف هو عايز الافريج من ايه. تمام، السالري across all four region. فين الاول الفور ريجن دول؟ ادي الريجن وادي الريجن. طب انا هختار اي واحده فيهم. تمام، for non graduate. ادي هنا بيقول university graduate، ده للناس المتخرجه، ده النون جرادويت اهو. يبقى ده الجدول اللي انا هشتغل عليه. تمام، اللي هو الجدول التاني. فين بقى الريجن اهو؟ الفور ريجن دول، الاربعه دول. ادي 1 2 3 4. تمام. طب هو جايب لي 1 2 3 4 صفوف، انا هشتغل على اي صف فيهم؟ اهو محدد لي برضو، قال لي ويز 6 ل 12 مانث. فين بقى اللي هم الناس اللي مش متخرجين من 6 اللي بقالهم 6 ل 12 شهر اهو؟ ده العمود ده، يبقى ده العمود اللي انا هشتغل عليه. كده انا طلعت المطلوب. كده سهل جدا ابدا اشتغل واشوف ايه هي الحاجات اللي هي عايزها. طبعا احنا قلنا الافريج هو مجموع الارقام على عددهم. هو هنا عايز ايه بقى؟ عايز المتوسط. تعالوا نجهز الآلة الحاسبة بتاعتنا. تمام، الفور ريجن الاربع مناطق، ادي منطقة 2 3 4. تمام، ادي المتوسط المرتبات بتاعتهم 1 2 3 4. اربع مرتبات. يبقى تعالوا نجمعهم كده على بعض عشان نجيب المتوسط. احنا طبعا قلنا المتوسط مجموع الارقام على عددهم. تعالوا كده نجمع. 15905 زائد 14975 زائد 14015 زائد 18865 هيساوي، هيديني 62585. تمام، تعالوا نجيب بقى المتوسط. نقول المتوسط، اديكوا بقى القانون اللي تمشوا بيه اللي هو الافريج. اي سؤال تلاقي فيه الافريج هتشتغل بالقانون اللي هديهولك ده. تمام، بيساوي ايه؟ بيساوي مجموع، سوري بيكتب انجليزي، مجموع الارقام على عددها اهي. مجموع الارقام على العدد بتاعها. تمام، ده قانون. ده اول لما يقولك الافريج تحط على طول في دماغك ان انت هتجمع الارقام وتقسمها على العدد بتاعها ايا كان بقى. احنا بنطلع الارقام اللي هو عايزها من طبعا المعطيات اللي هو اداها لنا. فانا هقسم اللي هو المجموع اللي انا جبته على، هما كام منطقة؟ 1 2 3 4، 4 مناطق. تمام، او مجموع الاربع ارقام اللي احنا جمعناهم. ادي 1 2 3 4، نجيبها من هنا او سواء من هنا.